بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلاب الاعزاء طلاب الصف الثالث الاعدادي مع حل محافظه قنا في ماده العلوم بكراسه الاضواء. السؤال الاول بيقول لي اكمل العبارات الاتيه. عند تسخين اكسيد الزئبق يتكون نقط في الانبوبه لونه فضي. يتكون الزئبق باللون الفضي. تعتبر نقط فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي عندما تكون الدائره مفتوحه. دي القوه الدافعة الكهربائية. يسمى الكائن الذي يحمل صفة غير نقية بالفرد الهجين. هنا يا أستاذ معاي كبريتات النحاس، كربونات النحاس تنحل أكسيد النحاس وغاز ثاني أكسيد الكربون. ما المقصود بالجهد الكهربي الموصل؟ هو حالة الموصل الكهربائية التي تبين انتقال الكهرباء منه أو إليه إذا ما وصل بوصل آخر. عند تزاوج نبات بازلاء صفراء مع نبات بازلاء خضراء تنتج جميعها بذور صفراء، لأن الجين بذور الصفراء يسود على جين البذور الخضراء طبقا مبدأ السيادة التامة. ماذا يحدث عند إمرار غاز الهيدروجين على أكسيد النحاس الأسود؟ بيتكون ماء وغاز ويترسب النحاس باللون الأحمر. قارن بين جهاز الأميتر والفولتميتر من حيث طريقة التوصيل. أميتر توالي والفولتميتر توازي. كل من الصفات الآتية ينتقل من جيل لجيل ما عدا تعلم الكلام، صفة مكتسبة. طبقا لقانون مندل الأول نسبة الأفراد تحمل الصفة المتناحية في الجيل الأول بنسبة 0%. غدة مزدوجة الوظيفة دي غدة البنكرياس. في الشكل مقابل حمض الهيدروكلوريك مع قطعة خرسين. يتفاعل الهيدروكلوريك مخفف ويتصاعد مع اسم الغاز وما نوع التفاعل. ادي خرسين يا اولاد مع حمض الهيدروكلوريك بيديني كلوريد الخرسين زائد غاز الهيدروجين. يبقى اسم الغاز متصاعد الهيدروجين. وما نوع التفاعل؟ إحلال بسيط. احسب شدة التيار الكهربي الناتجة عن مرور كمية كهربية مقدارها 7500 كولوم عبر مقطع موصل في زمن قدره 5 ثواني. نحول الزمن هقول له 5 في 60 ب 300 ثانية. أنا عاوز الشغل. الشغل يا ولاد بيساوي فرق الجهد الكهربي. تمام. فين؟ فرق الجهد في الكمية. تمام. هو بيقول إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 600 كولوم بين نقطتين يساوي 1200. يبقى كده الشغل معاي ب 1200 فاحسب فرق الجهد. هو مش عاوز شغل، الشغل موجود ب 1200. يبقى كده نطلع المسألة كده معطياتها معاي. أنا معاي الشغل يا أولاد، الشغل بيساوي 1200 ومعاي الزمن طلعناه ب 300 ومعاي كمية الكهرباء بكام؟ كمية الكهرباء ب 600. أنا عاوز فرق الجهد. فرق الجهد بيساوي إيه؟ فرق الجهد بيساوي الشغل على الكمية. طب فرق الجهد بيساوي إيه يا ولاد؟ الشغل على الكمية. طب الشغل بكام؟ ب 1200 والكمية بكام؟ ب 600. تمام. صفر يدير مع صفر، صفر مع صفر 16 12 على 2 12 على 6 فيها الاتنين. 2 ايه؟ 2 فولت ب 2 فولت. طب فاحسب فرق الجهد الكهربي بين نقطتين. خلاص كده جبناها ولاد. يبقى هو كان معايا الشغل ب 200 عاوز فرق الجهد بين نقطتين. قارن بين عملية الأكسدة والاختزال من حيث المفهوم الإلكتروني. الأكسدة هي عملية كيميائية يتم فيها فقد إلكترون أو أكثر. الاختزال هي عملية كيميائية يتم اكتساب فيها إلكترون أو أكثر. وضح بالرسم الدائرة الكهربائية طبقا لقانون أوم. أدي الدائرة هنعملوها كده يا ولاد. هنعمل المفتاح الأول ونعمل البطارية اهي بالشكل ده، وادي جهاز الأميتر. تمام. وبعمل مقاومة متغيرة، بعمل فرق الجهد. تمام. وبعمل المقاومة المتغيرة وادي الريوستات. تمام بالشكل ده. صح وغلط؟ تتحول ذرة الكلور إلى أيون سالب عندما تكتسب إلكترونا. صح.
تختلف حدود الجرعة الآمنة حسب عمر الشخص. صح. يفرز هرمون الاستروجين عندما يرتفع نسبة السكر. دي غلط. ما المقصود بسرعة التفاعل الكيميائي؟ هو تغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل. في الشكلين المقابلين دي اسمه ايه يا ولاد؟ تيار متردد، وده تيار مستمر. قارن بين صفة العيون الواسعة والضيقة من حيث نوع الصفة. دي صفة سائدة ودي صفة متناحية. طب وضح بالرسم 3 أعمدة كهربية قوة دافعة ب2. عاوز أكبر ما يمكن وأقل ما يمكن. أكبر ما يمكن يبقى أنا هوصلهم توالي كده. تمام يا ولاد؟ أوصل توالي. طب ولو عاوز أقل ما يمكن أوصلهم كلهم توازي بالشكل ده. مرة توالي ومرة توازي. ماذا تفعل حفظ الطعام في فترة زمنية طويلة؟ نضعه في الثلاجة، لأن الثلاجة بتقلل من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تحدثها بكتيريا تلف الطعام. اكتب المصطلح العلمي. عملية تحول تلقائي الأنوية ذرات العناصر المشعة، دي عملية النشاط الإشعاعي. هرمون يحدث يؤدي نقص إفرازه فترة الطفولة إلى حدوث القزامة، ده هرمون النمو. تمام. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية للذكر التستوستيرون. أجب. بعد تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة من التفاعلات السريعة لأنها يتم بين أيونات، والأيونات سهلة التفكك في الماء. ما النتائج المترتبة على تعرض جسم الإنسان لجرعة إشعاعية كبيرة فترة زمنية قصيرة يؤدي إلى تدمير الجهاز الهضمي والعصبي ونخاع العظام والطحال. كيف يؤدي الجين وظيفته؟ الجين بيصدر انزيم، والانزيم بيعمل تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي يعمل بروتين، والبروتين يظهر الصفه الوراثيه. ما المقصود بكل من؟ تفاعل الحفز الموجب، ده تفاعلات تزيد من سرعه التفاعل الكيميائي. متسلسله النشاط الكيميائي، دي عمليه ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي. احسب مقاومه موصل فرق الجهد ب4 تمر به كميه كهربيه مقدارها 6 في زمن مقداره 3. اجيب شدة التيار اول. شدة التيار بتساوي الكمية على الزمن. تمام. يبقى 6 على 3 فيها 2. ده جبنا كده شدة التيار. عاوز المقاومة. المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. طب المقاومة بكام؟ ب4. شدة التيار ب2. 4 على 2 فيها 2. 2 ايه يا استاذ؟ 2 اوم. 2 اوم. اشكركم طلاب الاعزاء، ولنا لقاء متجدد، ولكن لا تنسونا الاشتراك في